تصدقي غدا انت غبيه فيها ايه؟ لو كنت عطيتهم لي ما انت هتجمعي. مش عارفة اعمل ايه بس. طب كده فاضل البفين والكرسيين عشان الدنيا تتظبط، اوديهم فين يعني؟ حرميهم. مين؟ ايوه زوزو تعالي اتفضلي. عامله ايه؟ تعالي خشي. ايه ده مالك مكركبه الدنيا ليه كده؟ ما جبنا الاوضه امبارح وفرشت. جبت اوضه العيال امبارح. خشي بصي عليه. هبصي من هنا كده. الله يا خشي. لا عشان الارض لسه متسيقه. لا يا حبيبتي. وحطيت معاها البوفيه بتاع السفره. طب كل الحاجات دي هتحطيها مش عارفه عشان السفره بقى تتلم. لازم تبقى على 6 كراسي بس. ايه ده؟ والكرسيين دول مش عارفه اوديهم فين. والبافيه مفيش غير. بصي المكانين دول يا زوزو، كويس والله ان انت جيتي تفكري معايا. المكانين دول اللي فاضيين، يا احط فيهم البافات بتاعه الانتريه يا اما احط فيهم كراسي السفره. بس لو جربت كراسي السفره لقيت شكلها مش حلو. مش عارفه يا غيده والله. جربت كراسي السفره؟ متهيألي كراسي السفره مش تبقى حلوه مع الانتريه هنا، ومش نافعين يتحطوا مع السفره عشان الكراسي تتقفل عشان المكان 6 بس. المكان هيضيق اكتر لو حطيتيهم، خلي بالك. ما انا كده يعني. طب احط دول مع الانتريه؟ ايوه هو انسب حل. حطي البفين مع الانتريه. طب والكرسيين بتوع السفره اوديهم فين؟ هاتي لي ميه الله يسترك يا غيده. حطهم فين؟ مالهمش مكان. لو تدوهم لي يا رب ما تلاقي لهم مكان واخدهم. احطهم جنب البيت كده بزاويتين واحط في وسطهم الترابيزه، هيبقوا تحفه. يا رب ما تلاقي لهم مكان. هي ما تعرفش ان اوضه النوم عندها فاضيه ممكن تحطهم فيها. والله ما قايله لها. خدي زوزو. شكرا يا غدا تسلمي. ايه يا زوزو فكري معايا نعمل ايه بقى؟ طب انا هقوم دلوقتي احط البفين هنا. بصي احنا هنحط البفين هنا يا غدا هيبقوا حلوين قوي. احطهم كده. حطيهم كده. ما انا قلت الكراسي السفره. ايوه بصي تحفه. ده مكانه هنا. لو حطيتي السفره مش هيبقى حلو خالص. طيب وده احطه هنا؟ وحطي ده هنا طبعا. امال هتحطي هنا كرسي سفره؟ مش معقوله. اعمل ايه يا زوزو؟ احطهم فين بقى؟ هتحطيهم فين؟ مالهمش مكان. ده اوضه العيال يا دوبك. انا شايفه الاوضه يا دوبك فيها. ما عشان حتى معاها بقيه البوفيه، ما المكان يا دوب على القد. انا انت عارفه العفش كان خادعني في الاول. بقول لك. طب ما تدوهم لي. ادهم لك؟ ادوهم لي. احطهم عندي. ازاي يعني ادهم لك يا زوزو؟ كراسي السفره 8 اديكي وتبقوا 6. ما انت محتاسه وهي غدا وما عندكيش مكان. لا معلش بس لازم ادور لهم في مكان. افرضي حد معزوم عندي ولا حاجه واكتر من 6 نفار، اقعدهم فين؟ فوق راسي؟ البيت مش بعيد. ايه اللي البيت يعني؟ ايه البيت مش بعيد؟ يعني البيت مش بعيد. لما تعوزيهم ابقي ابعتي اي حد ياخدهم. ازاي يعني يا زوزو؟ لا ايه اللي ادهم لك دي؟ لما ما تبوظش سفرتي طبعا. ايه ادهم لك دي؟ بدل ما تقومي تدوري لي على مكان نحطهم فيه. وانت عندك منفذ الشقه. بصي عملت ازاي. معلش هتصرف دلوقتي والاقي لهم مكان. ايه اللي ادهم لي دي؟ تلاقي لهم مكان فين يا غدا؟ ما لهمش مكان عندك. وكده كده هيفضلوا محطوطين كده. مش معقوله يعني. لا ان شاء الله اركنهم على جنب. افرضي حد يجي لي في اي وقت، عزومه رمضان حاجه، نقعد الناس فين؟ يبقى ابعتي خديهم. انت عندي جنب باب الشقه المكان واسع وما فيش اصلا حاجه عندي. هحطهم كده واحط في وسطهم ترابيزه وهيبقوا زي الفل. انت عايزه بقى تتنبكي بيهم؟ ما تتنبك يا غدا. ما اخويا اللي شاري السفره. ايه المشكله؟ اخوكي اللي شاري السفره؟ امال هو اشترى ايه؟ لا يا حبيبتي اخوكي مش شاري السفره، دي بابا اللي جايبها لي. انا اخويا اللي شاري السفره. ما هي في بيت اخويا برضه يا لا غدا. مش في بيت اخوكي يا حبيبتي، بس مش تقوليليش اخويا اللي شاري السفره. مش يا غدا. ما انت هتعملي بيهم ايه؟ ما انت مش لاقي لهم مكان اهو. الدنيا اتزحمت عندك. بصي ازاي. معلش ان شاء الله احطهم كده على جنب في اي حته. ان شاء الله اقفلهم كده واحطهم على جنب. يجي لي حد، يجي لي عدد. الله ايه اللي ادهم لك دي؟ شايفه الضيوف مقطعه بعض. لا طبعا. ومن ريحه بابا ما بوظش حاجتي. هو اللي من ريحه بابا يا غدا؟ ما هي الدنيا مسحومه اهي. معلش حتى لو بس ما بوظش حاجتي. انا هتكلم خليل واستاذنه. هصور له فيديو دلوقتي واوري له ان الدنيا مسحومه. بصي ازاي. ايه اللي صور له فيديو ده؟ ايه الزو ده؟ انت عينك عليهم ولا ايه؟ يا غدا ما هم لهمش مكان وانا عندي حته قد كده فاضيه. انت عايزه تكلمي اخوكي عشان يقول لك خديهم؟ انت عارفه اخويا ما استخسرش فيا حاجه. لا طبعا وانا مش هسمح بدوت. ايه اللي خديهم؟ بدل ما تقومي تدعبسي معايا في مكان، انا هحطهم في اوضه النوم ان شاء الله. احطهم على قلب السرير. اوضه النوم ايه يا غدا؟ هيسحموا لك لا الدنيا. مالكيش فيه، انا هحطهم في اوضه النوم. ده غدا انت غبيه. اعتبري نفسك مفيش حاجه. انا قايمه امشي. انا ايه اللي جابني عندك؟
تصدقي يا غدا انت غبيه فيها ايه؟ لو كنت عطيتهم لي ما انت هترميهم في اوضه النوم، هما لهمش اي معلش هحطهم على جنب. صدقني ان انت تلاقيكي جايه عشان عارفه ان احنا محتاسين من امبارح بسبب الاوضه ومش لاقيين مكان للكراسي. لا والله تلاقيكي عارفه، عشان كده جايه عايزه تاخديها. مع السلامه يا اختي. جايه معناها على كراسي السفريه، تلاقيها بتكلم اخوها كل شويه وعرفت ان احنا جبنا الاوضه ومحتاسين. هي عينيها على السفره من ساعه ما اتجوزت. دي فاضل لها شويه تقول لي اعملي بدل. انا عارفاها زوزو، عارفاها هتكلم اخوها دلوقتي تقول له.